السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل البامية المطبوخة أو البامية الحمراء بطريقة حلوة جدا وبطريقة بسيطة. لأول مرة تشوفوا القناة انتوا الاشتراك ومفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ورأيكم في الكومنتات. ما تنسوش في اللايك ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. وأول حاجة معايا حلة على النار هسيبها تسخن وهنزل عليها بمعلقتين من السمن النباتي وهنزل عليها بمعلقتين من السمنة البلدي وهسيبها لحد ما تسيح شويه، يعني تسخن مش سخنيه قوي عشان ما تحرقليش البصل. اول ما السمنه بتاعتي سخنت هنزل عليها ببصلايه كبيره مبشوره بالشكل ده وهقلبها واسيبها على النار شويه. وبعد كده هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، هيبقى معايا فلفل اسود وشطه، ده اللي انا هتبل بيه الباميه بس. اول ما احس ان البصله بتاعتي هتدخل في صفار خفيف هنزل عليها بنص معلقه صغيره من الثوم وهقلبها كده لحد ما البصله بتاعتي تديني اللون البني الفاتح. اول ما البصله بتاعتي خدت اللون الحلو دوت هنزل عليها بسرعه كده بالصلصه بتاعتي. بصوا شكلها يا جماعه تحفه، ده اللون المظبوط. هنزل على الصلصه بتاعتي بقلبين من مرقه الدجاج وهسيبها وهقلبها واسيبها كده لحد ما تتسبك. الصلصه بتاعتي اتسبكت بالشكل دوت. هنزل عليها بقى بالشوربه، ده حسب السمك بتاع الصلصه اللي انت هتحبيه، خفيفه او تقيله شويه، ده بيبقى في ايدك انت. هقلبها كده كويس تاخد غلوه مع الشوربه وهبتدي انزل عليها بالباميه بتاعتي. هنزل بالباميه دي، الباميه اللي انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. هنزل بالكيس التاني، انا عامله 2 كيلو من الباميه. بصوا يا جماعه شكلها خضره زي ما هي، زي ما فرزتها معاكم. بصوا شكلها في الحله تحفه. هسيبها كده لحد ما تستوي وهبتدي دلوقتي اعمل الرز. عشان اعمل الرز معايا حله على النار هنزل عليها بمعلقتين من السمنه وربع كوبايه من الزيت. بسيبها شويه لحد ما تسخن. قبل ما الزبده او السمنه تسيح شويه كده هنزل بالشعريه عشان ما تتحرقش مني، ما تبقاش سخنه قوي، وهقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح. دي كده اللون اللي انا عايزاه، الذهبي الفاتح. هنزل عليه بكيلو رز مغسول، ده كيس شعريه. انا كل كيلو رز بياخد كيس شعريه عشان يبقى معاك الرز مظبوط. وهنزل عليهم بقالب من المرقه وهقلب بقى كل دوت. هشوح الرز مع الشعريه. ده الرز بعد ما اتشوح يا جماعه. هنزل عليه بقى بالشوربه. الشوربه زي ما قلت لكم قبل كده، الرز المصري بيبقى الشوربه مغطياه فوقيه بعقله من الصباع، هتبقى بالشكل دوت. هسيب الرز لحد ما يتشرب. ده يا جماعه الباميه بعد ما استوت، وده شكل الرز بنهدي عليه. اول ما بيجي يتشرب بهدي عليه لحد ما يستوي خالص. يا رب اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش في اللايك والشير. مع السلامه.